الاهلي مات، واللي في الملعب ده فريق تاني. 3 على ارضك دي مش نتيجه، دي شهاده وفاه لشخصيه وهويه النادي الاهلي. شخصيه الاهلي اللي نعرفها ممكن تخسر لكن عمره ما يتهان بالشكل ده. فين الهويه وفين الشخصيه بتاعتنا؟ فين الفريق الخصم اللي لما كان بيلعب قصادنا كان بيبقى عارف ان هو هيتهزم من قبل ما يلعب اصلا؟ اللي بينزلوا الملعب دول مش لعيبه الاهلي، دول موظفين كده لابسين تيشيرت الاهلي وخلاص. مفيش روح، مفيش غضب، مفيش حد فيهم حتى زعلان من النتيجه. الاهلي زمان لما كان بيقع كان بيحتفظ بشخصيته، كان بياكل الملعب اكل. دلوقتي الفريق من اول قلم بيقع وبيستسلم وبيختفي. وبالنسبه للاداره، انتوا عملتوا ايه في النادي؟ انتوا خربتوا النادي وقضيتوا عليه. ازاي النادي بحجم الاهلي يوصل للحاله دي؟ وكده كده كله في الامان ومحدش هيتحاسب، واللجان موجوده. لما فريقك يبقى تايه بالمنظر ده ومش عارف يلعب ومفيش شكل، يبقى المشكله مش في اللعيبه بس، معنى كده انك مدير فني فاشل، واللي جابك لازم يتحاسب. احنا بقينا فرقه ملط، ولا هويه ولا شخصيه ولا روح، واي فرقه هتقابلك بعد كده هتدوس عليك. الاهلي مش اسم على التيشيرت، الاهلي روح وشخصيه وكرامه. واللي احنا شايفينه دلوقتي مش هو الاهلي، ولا يمت له بصله.